بطلي ترضي الناس على حساب نفسك. ده موضوع فيديو النهاردة. أنا النهاردة جاية أفتح لكم قلبي، ومن خلال الفيديو ده هحكي لكم إزاي كنت بتأذي وإيه اللي غيرني، إزاي وقفت كل ده. هحكي لكم حاجات كنت بتعرض لها، طريقة تفكيري إزاي اتغيرت. الفيديو ده رسالة مني لكل واحدة بتكتب لي في الكومنتات. تقريبا ده أكتر كومنت بيجيلي على الفيديوهات كلها: كان فين الكلام ده من زمان؟ يا ريتني عملت كده من الأول، يا ريتني سمعت الكلام ده من بدري، وهكذا بقى. عايزه اقولك ان انت غلطانه جدا 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 جدا، وجايه اوريكي النهارده تجربه عمليه، وجايه اقولك ابدأي حالا وقت ما تسمعي الفيديو ده، او اول ما تحسي ان جالك الوعي ده جواكي ابدأي. لما تحسي انك فعلا في علاقات مؤذيه ليكي وقفيها فورا. تعالي كده اقولك النهارده ازاي كمان تميزي ان العلاقه دي مؤذيه ولا لا، لو هو حد قريب منك وانت محتاره في ده. وهقولك كمان ازاي تقدري توقفيها، وازاي تقوي مناعتك النفسية، عشان دي اهم خطوة. اهم خطوة اصلا اللي هتخليكي تواجهي كل الكلام ده كله، هي دي اساس كل حاجة. تعالي بقى اقولك الاول ايه هي المناعة النفسية دي، عشان اديكي كده تشبيه يرسخ المعلومة كده في دماغك وفي عقلك، ويخليكي قادرة بقى انك تتحركي وتتصرفي وتبدأي كده تاخدي موقف. عارفة مناعة جسمك او المناعة الجسدية العادية بتاعتنا؟ مناعة الجسم دي ربنا خلقها ليه؟ خلقها مش عشان تفضل عايشة في سلام طول الوقت، مش بتواجه حاجة، مش بتشوف حاجة، لا أبدا. هو خلقها عشان تتعرف على الفيروسات، وتتعرف على البيئة المحيطة بينا وكل الحاجات اللي حوالينا، والحاجات دي تدخل جسمنا، فالمناعة دي تقاومها وتهاجمها، فتبدأ كده ايه، معركة تدور بينهم، وفي الآخر انت لو المناعة بتاعتك دي قوية هي اللي هتكسب. فاهمين الفكرة؟ عارفة كده لما بتلاقي الطفل مامته بتبقى قافلة عليه دايما ومش بتخرجه وبتخاف عليه من الهوا ومن كل حاجة، مش بتحسي ان الطفل ده بيتعب اكتر وبتجيله ادوار اصلا تعب كتير جدا عن باقي صحابه اللي بيختلطوا؟ من اقل خروجه تلاقيه تعب، من اي حاجة بسيطة بيتعرض لها ممكن يجيله دور جامد قوي. ليه؟ عشان الجهاز المناعي بتاعه ما تعرفش على الحاجات دي، ما تعرفش على البيئة المحيطة بيها، المحيطة بيه، فهو لازم يتعرف عليهم ولازم يتعامل معاهم عشان يبقى قوي، عشان يقدر يعيش. لو فضلتي قافلة عليه طول عمره مش هيقدر يعيش ولا هيواجه المجتمع. نفس فكرة التطعيم، زي ما بتدي للجسم جزء صغير كده من الفيروس عشان يتعرف عليه فيبدأ يهاجمه. لما بيبدأ يهاجمه ايه اللي بيحصل؟ لما ابنك الصغير بتروحي الطعميه ايه اللي بيحصل؟ مش بيسخن يومين؟ السخونية اليومين دي هو التعب اللي انت بتحسيه او اللي هو بيحسه نتيجة ايه، المعركة اللي بتبقى شغالة جوه، وفي الاخر جسمنا بينتصر وبنعرف نعيش. فلما بناخد المناعة من الفيروس ده، المفروض ان المرض ده مش بيجيلنا. زي كل التطعيمات اللي بنروح ناخدها واحنا بيبي، المفروض لحد ما بنكبر الحاجات دي مش بتجيلنا. فاهمين؟ يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ نفس الوضع ده في المناعة النفسية بتاعتنا. احنا مش مخلوقين عشان نعيش في دايرة مقفولة، ولا عشان افضل قافلة على مناعتي دي عشان انا كده اكون مفكرة ان انا بحميها. لأ، وارد وطبيعي إن إحنا نتعرّض لحاجات في حياتنا، وإن الحاجات دي هتضايقنا، والحاجات دي مش هتكون مناسبة لينا، لكن هي دي سُنّة الكون. أنا لازم أوصّل لِك الفكرة دي عشان دي كانت أول غلطة أنا باعملها. سُنّة الكون زي تغيير الفصول بالضبط، أنتِ ممكن تكوني مش بتحبّي الصيف، لكن هتقدري تمنعي إن الصيف ما يجيش وإن السنة كلّها تبقى شتا؟ أنتِ مش هتقدري ده. هتقدري تلغي الصيف من حياتِك؟ لأ، مش هتقدري تلغيه. لكن أنتِ بتعملي إيه، بتدوّري إزاي تهيئي الأوضة اللي أنتِ قاعدة فيها، إزاي تعملي خطة إنِّك تجيبي تكييف، تجيبي مروحة، تعملي أي حاجة. فاهمة قصدي؟ فأنتِ بتدوّري إزاي تتكيفي مع الوضع. دي نفس الفكرة. ليه قُلت لكم إن دي كانت أول غلطة باعملها في حق نفسي؟ لإن أنا ما كانش عندي الوعي ده بالضبط. أنا كنت عاملة قاعدة كده زي اللي مستنية إن الصيف ما يجيش في سَنة. هيحصل؟ لأ، مش هيحصل. فعشان كده أنا كنت غلطانة. بمعنى إيه بقى؟ قعدت مستنية سنين إن اللي حواليّا هم اللي يتغيّروا، مستنياهم يفهموني، مستنياهم يحسّوا بيّا، يعاملوني على قد طيبتي، على قد نيّتي، والسنين كانت بتعدّي وما فهموش وما قدّروش. عايزة أقول لكم لأ، دي قصتنا كلنا على فكرة، دي قصتنا كلنا في الحياة. أنا متأكدة إن كل واحدة بتسمعني بتمُر باللي أنا باقوله ده دلوقتي. لأ، ده كمان مش كده بس، مش كفاية إن هم ما فهموش وما قدّروش، لأ ده أذاهم كان بيزيد مع الوقت. وكل ما مش هتاخدي رد فعل وكل ما هتستحملي كل ما الأذى بيزيد. خدي بالك. فدي أول غلطة تعمليها، اوعي تفضلي منتظرة ومستنية إن اللي حواليكي هم اللي يتغيروا. لأ، اشتغلي على نفسك انتي، وافتكري دايما جملة إن الصيف لو مش بتحبيه مش هيبطل يطلع. تاني غلطة بقى، إن ممكن كلنا برضو بنقع فيها، إن ممكن ما تكونيش عايزة تعبري إن انتي مثلا متضايقة، أو عارفين في ناس مننا كمان لما بتعبر وبيبان على وشها ان هي زعلانة، طبعا ده مش على هوا اللي حواليهم، خصوصا كمان لو انتوا في تجمع او في ناس
ده عارفين زي ما يكون ايه هيكشفهم وهيبينهم على حقيقتهم. فبيفضلوا يقنعوا فيكي ان انت حساسه قوي بزياده، لا انت كده بتتقمصي، لا انت كده مش عارفه ايه. فتعملي ايه؟ دي غلطه. فانت تبقي عايزه ترضيهم، مفكره انك لما ترضيهم هيبطلوا، فالدنيا هتبقى وردي وجميله. فتاني غلطه انك تفضلي تكتمي في نفسك، او ممكن ما مش عايزه تعبري، او تقولي طب احاول اتغير، طب انا عايزه اثبت لهم ان انا كويسه، عايزه اثبت لهم ان انا مش كده. لأ، عمرهم ما هيقتنعوا، وعمرِك ما هتثبتي لهم، وعمر ما في أي حاجة هتتغيّر فيهم. وبعد فترة من إن أنتِ تفضلي تستحملي، هتحسي برضه إن هُم بيزيدوا في الأذى، وبعد ما يبطّلوا وبعد ما قصدي يزيدوا في الأذى، عارفة ممكن يقولوا لِك إيه؟ طب ما أنتِ مش بتقولي إن أنتِ بتتضايقي، يعني ممكن لو جيتِ تقولي لهم بعد كده أنتِ كنتِ بتعبّري في الأول وما كانش عاجبهم، بعد كده لمّا بطّلتِ عشان هُم طَب يبطّلوا مفكّرة إنِّك لمّا مش هتبيّني هُم هيبطّلوا، هُم هيقولوا لِك لأ طب إحنا نعرف منين إن أنتِ متضايقة؟ أنتِ ما قُلتيش وما عبّرتيش، طب نعمل إيه؟ فانسي إنِّك ترضيهم، تاني غلطة بتعمليها انسي إنِّك ترضيهم. هُم خلاص طالما هُم ناس مؤذية في حياتِك، وطالما أنتِ بتحسّي من جواكِ إنِّك مش فارقة لهم وإنِّك مش متقدّرة، فما تحاوليش ترضيهم. الفترة دي عدّت عليَّ فترة شبه اللي أنا باقوله لكم ده دلوقتي، كانت بتبقى نفسيتي تعبانة جدًا، 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 يمكن أكتر من الفترة اللي كنت باحاول أعبّر فيها. لمّا سكِتّ اتأذيت أكتر وتعبت أكتر وجالي أدوار كتير أوي. لكن عايزة أقول لكم حاجة، أنا ولا كنت صح في الأول ولا كنت صح في الآخر. يعني أنا ولا كنت صح إن أنا مجرد بس إن أنا بابيّن، ولا كنت صح لمّا أنا سكِتّ. الصح إن أنا آخد مواقف محددة تخلّي اللي قدّامي يبطّل. هاقولها لكم دلوقتي بالتفصيل. بس إيه اللي خلّاني أقف مع نفسي واقفة وأقول لأ، أنا لازم آخد مواقف محددة تخلّي اللي قدّامي يبطّل؟ إن أنا دخلت في أدوار صحية شديدة، جامدة جدًا. كنت باكشف عن تخصصات كتير أوي، وما كانش حد قادر يوصل أنا عندي إيه. وصلت في مرّة إن أنا دخلت عملت رنين على المُخ من كتر الأوجاع والحاجات اللي أنا كنت باحس بيها، مش عايزة أوصفها بالتفصيل، بس فعلًا أنا عملت رنين على المُخ عشان أفهم في إيه بالضبط، وفي الآخر ما بالاقيش حاجة. كل تحاليل، كل أشعّات، كل حاجة باعملها في الآخر ما بالاقيش حاجة، وكل دكتور يأكد إن هو سبب نفسي وخلاص مش سبب عضوي خالص. فهنا بقى كان لازم أقف وقفة جامدة مع نفسي. حسيت إنه ما فيش أي حاجة تسوى لحظة وجع من اللي أنا باعيشها دلوقتي، ما فيش أي حاجة تسوى لحظة إهمال لولادي ولبيتي، وإن أنا تعبانة ومش قادرة أعمل لهم أي حاجة ولو بسيطة حتى، ما عنديش أي جهد. قعدت قاعدة مع نفسي ونويت ولأول مرة إن أنا أتغير. أتغير يعني أعمل إيه؟ لازم أعمل خطوات تغير الوضع اللي أنا فيه ده. اتغيرت أو نويت إن أنا أتغير إمتى؟ لما اقتنعت أولا زي ما بقولكوا إن هما مش هيتغيروا، مفيش حد من اللي حواليكي لو هو مؤذي ليكي هيتغير. ما تنتظريش النقطة دي يحصل. عايزة اقول لكم حاجة تانية من ضمن برضو الرسائل اللي بتجيلي على الخاص. لو انت مخطوبة، يعني يمكن اللي بعتلي الرسالة يمكن تسمعني. لو انت مخطوبة خطيبك بيبقى ظاهر عليه 1 2 3 4، ما تتجوزيش وتقولي هيتغير بعد الجواز. ما تتجوزيش، ما تعمليش في نفسك كده من دلوقتي. الوجع اللي انت هتحسيه دلوقتي غير خالص الوجع اللي هتحسيه بعد الجواز. دي مجرد فك خطوبة، غير ان انت هتبقي مطلقة، غير ان انت هتبقى معاكي اطفال، غير ان هتبقى ضاع عليكي سنين من عمرك كان ممكن تشتغلي فيهم، كان ممكن تبني كارير. حاجات كتير قوي، غير برضو ان احنا بنبقى مغصوبين على نظرة المجتمع اللي حوالينا ايا كان. هي اتطورت شوية بس برضو. ففي خسائر اكتر لو قعدتي كده تحسبيها بالورقة والقلم. شوفي الخسائر اللي انت هتخسريها دلوقتي عاملة ازاي، والخسائر لو كملتي هتبقي عاملة ازاي. فلو انت مفكرة ان في حد بيتغير بعد الجواز، مفيش حد بيتغير بعد الجواز. انسوا الجملة دي، ما بتحصلش. واقولك على حاجة، هو ممكن يتغير بعد الجواز بس هيتغير للأسوأ. فلو انت مستعدة كمان للأسوأ ابدأي وخدي التجربة. لكن ربنا بيبقى مدينا كل العلامات قدامنا وبنكمل. على فكرة، على فكرة معظمنا ومعظم اللي بيسمعني دلوقتي، لو تقولي لها المشكلة دي كانت باينة لك من زمان هتقولك اه، او على الأقل بوادرها كانت باينة. بس انا اوحد، انا فكرت ان هيتغير، انا فكرت ان الظروف هتتعدل، انا فكرت اصل عشان المرحلة دي مش عارفة ايه فبعدين ايه. كلنا على كده. ربنا بيدينا علامات، فاحنا اللي مش بنمشي وراها ومش بنصدقها. نرجع لموضوعنا تاني. وأول حاجة قررت إنها تتغير في طريقتي، وهي طريقة التعبير عن الزعل. أنا هتكلم مباشر، مش بتعبير وش ولا بإن أنا أبطل أعبر ولا الكلام ده كله، لأ. ولا إن أنا أتجاهل، مش في كل المواقف التجاهل بيبقى كويس. المواجهة. أول حاجة لازم مواجهة، لازم تقفي كده على الموقف.
اللي انت اتحطيتي فيه، او لو في اهانة، في زعل، في تجريح من اي نوع، تتكلمي في وقتها. وخدي بالك من حتة في وقتها دي، لازم تاخدي حقك وقتي، لازم تتدربي على كده. لو عملتيها مرة واتجرأتي ونفعت معاكي، هتبقي مبسوطة بنفسك جدا 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 جدا، وهي دي الخطوة اللي هتخليكي تكملي. لما تسمعيني دلوقتي مش ده اللي هيخليكي تكملي وتتغيري، لو سمعتي مليون فيديو مش هيخليكي تتغيري. لو ما خدتيش الخطوة وخدتي رد فعل ووقفتي للأذى اللي انت بتتعرضي له، هو ده بس اللي هيوقف اللي انت فيه. اسمعي من هنا للصبح، مفيش حاجة هتوقف ده. لو ما وقفتيش للي قدامك اللي بيضايقك ده وقلتي له لا الموضوع ده بيضايقني، لو سمحت انا مش عايزة تاني، مش هيبطل. لو فلانة اللي بتكلمك بتطلب منك كل شوية طلبات طلبات طلبات، وفلانة دي لما انت بتحتاجي لها مش بتلاقيها، فلانة دي مش هتبطل. لازم تقولي لا لا انا مش قادرة، لا انا تعبانة. مش جاية النهاردة اقولك اعملي مشاكل مع الناس، ولا روحي اتخانقي، ولا روحي اعملي. لا، احنا ديننا اصلا، احنا مسلمين، ديننا مودة ورحمة، ده الاساس. فمودة ورحمة، لو لقيتي حد بيعاملك بمودة ورحمة في حياتك، حتى لو ليه زلات معاكي، امسكي فيه بايدك واسنانك. انا مش بقولك اعملي معاهم كده، لا. لو في فعلا حد في حياتك كويس يا ستي، لو انتوا بينكوا 10 مواقف، في انت 5 بتقدميهم، او ال5 مش قصاد ال5، يعني المفروض الدنيا تبقى رايحة جاية بينكوا. يا ستي لو انت قدمتي 5 هو قدم لك 3، فامسكي فيهم. لكن في ناس بجد انت عماله تدي 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 تدي، وتاخدي من وقتك ومجهودك، وبتنزلي تروحي معاهم مشاوير، وبتقضي لهم حاجات، وتسلي فيهم، وبتقفي جنبها، وبتسمعيها لما بتبقى متضايقه. لكن انت اول ما تتحطي في موقف صحراء، بتلاقي بجد حواليكي صحراء. انت مستنيه ايه؟ ما العلامات كلها واضحه قدامك. خلاص، يبقى الشخصيه دي مؤذيه. في اول فيديو قلت لكم هنعرف ازاي هي مؤذيه ولا مش مؤذيه. اقعدي كده مع نفسك قاعده كده برواقه، واقعدي افتكري كده المواقف اللي انتوا مريتوا بيها مع بعض. ايه الاخبار؟ ها؟ كام مره احتجت لها لقيتيها؟ كام مره هي احتاجت لك ولقيتك؟ كام مره في اي حاجه بقى، في مشوار زي ما قلت لكم، في فلوس، في وقفه، في زنقه، في اي موقف تتعرضي له، اي حاجه، سواء صاحبه، جاره، قريبه، اخت، اي حاجه، ايا كان صله القرابه. انا النهارده بتكلم على الكل. لو في ناس في حياتك يستاهلوا انك تشتريهم، اشتريهم، اوعي تبيعيهم، عشان حتى يوم ما تقعي في حاجة او يوم ما تحتاجي لحد تلاقي حد جنبك. طبعا ده الاساس. لكن لو هما بيفضلوا يستنزفوكي وخلاص، لا. لما تبطلي، او لما حد ما يقبلش، لما يبقى ليكي حقوق تيجي تطالبي بيها، لا. اي حق من حقوقك كنت بتتنازلي عنه بمزاجك عشان المركب تمشي، عايزه اقولك انك بعد كده هتكتشفي ان المركب مش بتمشي، المركب اصلا بتغرق بيكي، فلازم توقفي. لما المركب هتغرق بيكي، هتغرق بيكي باللي معاكي، ولادك اللي في رقبتك، صحتك اللي ربنا هيسألك عليها. وانت مفكرة حرق دمك ده، او مفكرة لما واحدة تفضل سحلاكي معاها في مشاوير وفي حوارات وفي حاجات، صحتك دي ربنا مش هيسألك عليها؟ وقتك اللي ضايع ده ربنا مش هيسألك عليه؟ كل حاجة في حياتنا ربنا هيسألنا عليها، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما قبله. أنا يعني مش هقوله باللفظ لأكون متلخبطة في أي لفظ منه يعني، لكن كلنا عارفين الحديث ده. تمام؟ فربنا هيسألك عن كل ده. فأنهي أولى، ولادك ولا الصحوبية، ولادك ولا الجيرة، ولادك ولا مش عارفة ايه؟ لا طبعا. لو الناس دي في يوم من الأيام هتقف جنب ولادك، يا ستي اقفي جنبهم. لكن انت اسألي نفسك، لو هم فعلا يوم ما تحتاجي لهم مش هتلاقيهم، ما تقفيش. ياما حتى بيوت عيلة بيبقوا أهالي، بيبقى العم والخال والجد والجدة ما بيقفوش جنب ولادنا. فخلاص، انت مستنيه ايه عشان تاخدي رد فعل؟ عايزه اقول لك برضو، انت ساعات بتبقي متردده انك تقفي الوقفه وتاخدي القرار وتاخدي ردود الافعال الجديده دي والشخصيه الجديده تبداي تتعاملي بيها، لانك مفكره ان الدنيا اصلها مش سهله كده. اصل انت بتتكلمي كده، انت مش عارفه ده انا ممكن امر بايه عشان اوصل اللي انت بتقوليه ده. لا، ما هي مش سهله خالص على فكره، ما انا معاكي، هي مش سهله عشان تقفي وقفه، عشان تبداي تاخدي قرارات جديده. انا اللي انا بتكلم فيه ده، لو بنت صغيره بتسمعني فانت يا حظك بجد. فابدأي لو سمحتي من دلوقتي. العمر لما يعدي بيكي كل حاجة هتبقى اترسخت، صعب يعني، هتاخدي مجهود عشان تشيليها تاني. لكن لو انت عدى عليكي سنين، ما تقوليش الوقت عدى، برضو ابدأي. هتاخدي مجهود اصعب شوية طبعا من اللي لسه بيبدأ ولسه صفحته بيضة، لكن ابدأي. انا بقولك ابدأي، اوعي تكسلي، اوعي اي حاجة. ما هو الموضوع مش سهل اصلا، انت بتتكلمي لا انت مش حاسة بينا، وانت الموضوع مش سهل. وهو اللي انت فيه سهل؟ ما هو دلوقتي مش سهل، دلوقتي مش سهل، وانت الوحيده اللي متضايقه، وممكن يبقى كل اللي حواليك مبسوطين ومتضايقين وهم قاعدين حارقين دمك. ما هو مش سهل. طب ما هو برضو ما يبقاش سهل وانا باخد حقي. طب ما ايه الفرق؟ ما هو انت كده متضايقه وكده متضايقه. لا، اقولك بالعكس، انت في وضعك دلوقتي ده هتفضلي متضايقه طول العمر. لكن لو فضلتي يعني بدأتي انك تاخدي وقفات وتغيري معاملتك مع اللي حواليكي ومع اللي بيأذوكي، الموضوع هيبقى اسهل بكتير. على الاقل انت هيجي عليكي يوم وتبقي سعيده. لكن في وضعك ده دلوقتي مش هيجي عليكي اليوم اللي انت هتبقي سعيده فيه ده.
عارفة الطريق اللي انتي ماشية فيه دلوقتي ده وانتي كل حقوقك مسلوبة؟ لو بصيتي كده لاخر الطريق، لو قعدتي مع نفسك وانت تخيلتي انك هتفضلي مكمله في كده العمر كله، هتحسي ان الطريق اللي انت ماشيه فيه ده اخرته ضلمه. لكن لو بداتي تتكلمي وبداتي تغيري ووقفتي كده واقفه مع نفسك ومع اللي حواليكي، هتحسي كده من جواكي انك لا، لو بصيتي على الطريق قدام طبعا هتحسي انك النهارده هتاخدي واحد، بكره فيه. ما هي الحياه خطوات، خطوه في خطوه في خطوه. لما تزرعي كده الثقه في نفسك وتبداي انك تاخدي خطوه، هتبقي عارفه ان في التانية وفي التالتة، في لسه خطوات حلوه جايه. فلو بصيتي بقى للطريق ده، لا هتلاقي اخره نور، مش هتلاقي اخره ضلمه زي اللي انت كنت شايفاها في الاول. عايزه اقولك فرحتك تستاهل، فرحتك بنفسك يوم ما تدافعي عن حقك تستاهل، ثقتك في نفسك هتبقى في السما. فرحتك وثقتك دول لما هيرجعوا لك، انت هتبقي ست سعيده، ست ناجحه في حياتك، هتنجحي بيتك، هتنجحي ولادك. انت عايزه ايه اكتر من كده؟ تاني بقولك، لو في علاقات في حياتك زي ما بنقول كده العلاقه رايحه جايه بينكم، حافظي عليهم. حتى لو هتضحي من عندك بحته مش مهم، المهم يكونوا لما بتحتاجي لهم بتلاقيهم، امسكي فيهم بايدك واسنانك. لكن لو دايما انت اللي بتدي ودايما انت اللي بتضحي، وانت مش متقدره، انت مش واخده وضعك، انت مش واخده كرامتك، مفيش موده في العلاقه دي، ما هو ربنا قالك موده ورحمه، انت لا شايفه موده ولا شايفه رحمه، يبقى العلاقه دي مؤذيه خلاص من غير كلام. لو كانوا بيحبوكي ما كانوش ابدا ابدا هيوجعوكي. فاكرين المشكله في الفيديو اللي قبل اللي فات، لما قلت لكم الناس كانت دايما تقول لها انتي اشتغل، انتي اتعلمتي ليه، انتي لازم تشتغلي، انتي اللي كسوله، انتي، لدرجه ان هي لسه مثلا بنتها صغيره عايزه تشتغل لمجرد كلام الناس. فكك من كلام الناس، هما مستنين يعني. ليه الناس يعني انتوا سايبينهم ليه يقعدوا ينظروا على حياتكم؟ انتوا المفروض تعملوا كذا والمفروض تعملوا كذا عارفه الشخصيات اللي بتقعد تقول لك انت المفروض تعملي كذا، هاجميها بنفس الطريقه. قولها اه صح ماشي، واستني كده شويه بذكاء، بس يعني اهم حاجه برضو تعملوا الحاجات دي بلباقه وبذكاء، ما تعملوش مشاكل مع الناس. لكن بعد شويه استخدمي معاها نفس الاسلوب، قولها والله تصدقي انت ما عملتيش ده ليه، اكيد هي عندها نواقص في حاجات كتير. اصل اقول لك حاجه، اللي بيركز مع نواقص الناس ده بيبقى هو اصلا ناقص. يعني انا لو شايفه ان انا كويسه، هشوف الدنيا كلها حواليا كويسه. انا لو شايفه ان انا راضيه، انا لو عندي رضا من جوايا بحياتي وبحالي وبكل حاجه، والله العظيم فعلا لما بشوف حياه كل حد، طبعا هي بيبقى فيها مميزات وظاهره قدام عيني، وحتى العيوب لو مش ظاهره انا ببقى اكلم نفسي واقول اكيد عندهم عيوب، ما هم اكيد كده، ما هي دي سنه الكون، اكيد عندهم عيوب مش ظاهره لي، بس اكيد العيوب دي مش مناسبه لحياتي. ربنا لو عارف انها كانت مناسبه لحياتي كان هيديك الحياه دي، لكن العيوب دي انا مش هقدر استحملها في حياتي. فانا دايما ببص اللي حواليا كده، مهما كان عندهم في مميزات، انا عارفه ان عندهم عيوب، عيوب قاتله بالنسبه لي، انا ما كنتش هستحملها. لو الحياه دي حياتي انا ما كنتش هستحمل عيوبهم. فكل واحد هو شايل شيلته كده باللي فيها على قده. ما نقعدش بقى ننظر على بعض ونشوف ان انت ازاي مش بتعملي كذا. حاولي لفترة ما تعملي كده فيها اللي هي بتعمله فيكي، هتلاقيها هتتخرس وهتبطل. اقول لكم بقى على حاجة فيها الخلاصة، عشان انتوا برضو ساعات كتير قوي بنفضل نعمل كده، بنسعى ان اللي حوالينا يحبنا، بنسعى ان اللي حوالينا يحبنا، نفسنا يفهمونا، نفسنا يحبونا، نفسنا يقدرونا، نفسنا يعاملونا باللي احنا نستاهله. سيدنا موسى عليه السلام راح قال لربنا: يا رب أسألك أن لا يذكرني أحد إلا بخير، يعني يا رب عايز كل الناس تذكرني بالخير. فربنا قال له ايه؟ قال له: يا موسى، ذلك شيء لم اجعله لنفسي افاجعله لك. يعني اذا كنت انا ما عملتش الميزه دي ليا، انا ربنا هعملها ليك. بيكلم سيدنا موسى، طبعا ما ينفعش. افاجعله لك؟ قال الناس ان لله تعالى زوجة وولد، افتريد ان تسلم منهم انت؟ يعني اذا كان قالوا علي انا ان انا ليا زوجة وولد، تمام، هيحبوا سيدنا موسى؟ مش معقول. طب هم حبوا سيدنا محمد؟ ما بتشوفوش كل شويه الحاجات اللي بتطلع على سيدنا محمد والاساءه اللي بتحصل ليه؟ ما بتسمعوش ده؟ ربنا نفسه مش في ناس كافره بيه؟ اذا كان الناس ما بتحبش ربنا وما بتحبش سيدنا محمد، بتسعي ان الناس تحبك؟ انت هتكوني احسن منهم؟ ما تسعيش ان حد يحبك، انت بشخصيتك كده زي ما انت، اللي بيحبك هيحبك لوحده. هي مامتك مثلا بتحبك عشان مميزات معينه فيكي؟ هي بتحبك عشان انت بنتها، انت روحها بس، مش عشان حاجه ممكن تبقي مطلعه روحها اصلا، لكن هي بتحبك. برضو كل اللي حوالينا كده، من حقنا يكون في حياتنا ناس بيحبونا لشخصيتنا، بيحبونا لينا احنا. مش هيحبوكي عشان حاجات معينة فيكي، ولا مزايا بتديها لهم، ولا مساعدة بتساعديها لهم، ولا اي حاجة. اللي بيحبك هيحبك لنفسك. وافتكري دايما ده، ان الناس مختلفة على ربنا وعلى سيدنا محمد. فاكيد اكيد طبعا انت مش هتتحبي، اوعي تنتظري انك تتحبي من الكل، ما تدوريش على الحاجة دي ولا تسعي لها ابدا. فلو ما لو لقيتي ان في حد مش بيحبك، اوعي تسعي انه يحبك، ما تعمليش الحركه دي. ولا حتى لو انت مخطوبه، لو انت اي حاجه في اي مرحله من حياتك، اوعي تسعي ان حد يحبك. لو هو بيحبك هيحبك لوحده. لو انت حد طلب منك مثلا خدمه وانت من جواكي مش هتعمليها بحب من جواكي، او مثلا الشخص ده ما يستاهلش،
انك تيجي على نفسك وتعمليها ليه، ما تعمليهاش. اسألي نفسك كده، اصل انت الخدمة دي ممكن لو عملتيها انت هتؤجري عليها عند ربنا. تمام تمام. هو وحش حلو يا ستي، هقولك هتؤجري عليها، بس هتؤجري عليها امتى؟ لو انت عاملاها برضا، بطيب نفس، بحب، بحاجات كتير كده جواكي هلينا. فانت برضو لو انت عامله الحاجه وانت مخنوقه ومتضرره تفتكري هتاخدي عليها ثواب؟ انت عاملاها وانت قرفانه اصلا، هتاخدي عليها ثواب؟ مش هتاخدي عليها ثواب. يعني انت ولا كسبتي في الدنيا، كسبتي سعادتك في الدنيا، ولا كسبتي في الاخره ان انت خدتي ثواب على حاجه. طب رايحه تعمليها ليه؟ يعني بتعمليها ليه؟ فهميني. عشان احراج؟ لا يعني انا لو ولا كسبت دنيا ولا كسبت اخره، طب ما خساره مجهودي وخساره سعادتي وخساره وقتي وخساره كل حاجه، صحتي اللي بتروح دي. فما تعمليهاش. يا اما تردي بذوق كده وترفضي، وزي ما قلت لك قبل كده الرد الذكي بجد لازم يكون في وقتها. ما هو لو واحده قالت لك اعملي لي كذا، قلت لها حاضر، ورجعتي بعد كده تعتذري، بتبقى بايخه. وبيقعدوا بقى بتخلي اللي قدامك يفكر ده هتلاقي فلانه قالت لها، ده هتلاقي فلان رفض، ده هتلاقي مش عارفه ايه. ما تدخليش نفسك في الحته دي. ممكن تكون مفكره ان ده مش رايك، ده حد مسيطر عليكي هو اللي خلاكي تقولي كده. لما تيجي ترفضي بعدها، وقتي دربي نفسك على الرد، وقتي ما تخافيش وقولي، ارفضي في ساعتها. اهم حاجه برضو تبقي عارفه النقطه دي، سواء في موضوع فيديو النهارده او في اي موضوع في حياتك. اي ابتلاء انت بتمر بيه اكيد بتمر بيه الحكمه، ربنا بيعرضك بيه لحكمه. فافضلي كده قاعده، اعملي تامل للابتلاء اللي انت فيه ده، واطلعي من الحكمه اللي المفروض ربنا بيحطك فيها دي. اعرفي الحكمه من الابتلاء اللي انت فيه. ممكن يكون الابتلاء ده مثلا مع اشخاص معينه عشان تبعدي عنهم، عشان تتعلمي، يبقى عندك خبره في الحياه. ناس هتأذيكي، هتعرضك لأذى معين، فما تتماديش معاهم عشان ما تتعرضيش للأذى ده. نفسيتك يمكن يجيلك تعب من كتر الزعل، تلحقي نفسك في ابتلاء هيحصل لك. واقعدي كده دايما، اي حاجه ربنا يعرضك ليها، سواء انا بقول لكم ده او اي حاجه في الحياه، ضيق رزق، مشاكل في الشغل، مشاكل في البيت، مشاكل مع جوزك، مع اولادك، اي حاجه، اي موقف يحصل لك كده، اقعدي اعرفي حكمه ربنا منه. اهم حاجه تطلعي من الحكمه بالقصه اللي انت فيها دي قبل ما تخلص. مفيش ابتلاء بيدوم، ومفيش حاجه يعني لو بصيتي على حياتك اكيد برضه هي في تطور، وان شاء الله تكون في احسن وفي كل حاجه. لكن اهم حاجه برضه تبقي فاهمه حكمه ربنا. خلي قلبك كده معاه دايما، زي ما يكون كده ايه، في صله بينكم، في حاجه كده. انا فاهمه يا رب، يعني دايما كده كلمي ربنا، انا فاهمه يا رب الموقف ده انا اتعرضت ليه وراضيه. انا عارفه يا رب ان فلانه دي عملت فيا كذا واذتني، انا راضيه يا رب. بس طبعا 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 ده مش ضد ان انت تدافعي عن نفسك او توقفي الاذى ده عنك. يا بنات ده كان فيديو النهارده، ولو في اي مواضيع معينه عايزين نتكلم فيها انا مستنياكم تكتبوا لي في الكومنتات. وعلى فكره انتوا مش مفعلين زر الجرس خالص، عشان في فيديوهات بنزلها انتوا مش، في ناس كتير معايا باستمرار يعني، بس مش بلاقيها بتشوف الفيديو ده فعلا. فاتمنى تحطي لي كده لايك للفيديو عشان يترفع، ولو مش مشتركه في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس. وبحبكم في الله، اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.